استفزازات عنيفة تمس المجتمعات البشرية تدفع بالفنانين والكتاب إلى الانخراط في الأحداث وإبداء الرأي إبداعيا عما يدور حولهم في لحظة وقوع هذه الأحداث، والارتباط بها حميميا بدون التفكير في المسافة لتكون الرؤية موضوعية، إذ أن المسافة تصبح نفسية وليس شرطا أن تكون زمانية، أي امتلاك القدرة على التعامل مع الأشياء الخاصة في اللحظة نفسها بكثير من الموضوعية. الخطر الكبير المحدق بمثل هذه الخيارات هو أنه كثيرا ما يخسر الفنان موعده مع التاريخ عندما تتحول الذات إلى مقياس للحكم، فتنتج سلسلة من الخطابات التي تحكمها الإيديولوجية مع أو ضد، ليس مهما، فإذا كان مع التحولات الحاصلة في المجتمع سيمنحها قيمة كبيرة لدرجة أن تصبح مجرد امتداد إيديولوجي، ويكون الخاسر الأكبر في النهاية هو الفن الذي يفترض أن يتجاوز الحالة المظهرية العامة. وإذا كان ضد هذه التحولات طبعا سيرى فيها تدميرا لسكينة أو لوضع كان يراه إيجابيا. والأوضاع العربية تمنحنا فرصا كبيرة لتأمل هاتين الحالتين، وسيناصب الوضع برمته العداء الكبير وينتقده مما يحول النص في هذه الحالة أيضا إلى حالة إيديولوجية، ولكن بالمعنى الآخر. والحالتان تشتركان في تدمير الظاهرة الأدبية والفنية، لأنهما تسخران للسياسة فقط أو للإيديولوجي. هذا يدفع بنا إلى التساؤل: هل رهان الأدب والفن عموما هو الانعكاس الشرطي بالمنطق البافلوفي تجاه الظواهر، وبالتالي تصبح فكرة المسافة أكثر من ضرورية في مثل هذه الحالات، أي أننا لا نستطيع أن ننجز عملا فنيا بدون أن نخلق مسافة بيننا وبينه، أي أنه على الكاتب والفنان بالمعنى الأعم ألا يشتغل على الظواهر إلا بعد استقرارها وتحولها إلى مادة يمكن تناولها بالكثير من الموضوعية. وقتها سيشتغل الكاتب على ظاهرة انتهى مفعولها، مما يقلل من إمكانية ارتكاب الأخطاء. والاستشهاد بالإلياذة والأوديسة في هذا السياق مهم جدا، لأن المؤرخين يرون أن هذه الحروب وقعت وانتهت بعشرات السنين قبل أن يأتي الشاعر الإغريقي هوميروس أو أومير ويكتب عنها ويدخلها في النهاية في ملاحمه كمادة مسرحية أدبية، إلا أن المسافة ليست بكل هذه البساطة وهذا اليقين. الكثير من النصوص التي أنتجت لحظة الحدث هي أيضا في الأغلب الأعم ردة فعل من وضع معين، هذا حقيقي ولا يمكن أن ننكره، لكن الأديب المالك لأدواته الفنية يمكنه أن يرى بسهولة اللوحة الخفية للمسارات التاريخية والأحداث، ويمنح من خلالها نصه الحذر من التبسيط في الموضوع وفي الأدبية، متفاديا الخطابات السياسية والإيديولوجية التي هي في جوهرها سهلة ولكنها في العمق تسطح الأشياء، وبالتالي يزول خطر إنتاج نص يموت بانتهاء الوقائع والأحداث. فلوبير مثلا كتب مدام بوفاري في عز تفكك البرجوازية، وانتقد كذبها وعطالتها وتلفيقاتها من خلال النموذج النسوي الذي افترضه في نصه إما بوفاري، ويشكل هذا النص علامة أدبية راقية وكبيرة في الرواية العالمية. سيرفانتيس لم يمنحه جنونه من انتقاد المؤسسات التي تتفكك وتعيش كذبا كبيرا في ظل تفكك المجتمع الفروسي وتسيد المجتمع الديني الكنسي في إسبانيا في القرون الوسطى، الذي انتقده بعنف شديد، بالخصوص في ظل آلة محاكم التفتيش الجهنمية التي كتب ممثلوها في الجزائر وقتها عندما كان سجينا في الجزائر، كتبوا عنه تقارير كثيرة تدينه وتتهمه بالتعاون مع الأتراك والمسلمين. وكان على سيرفانتيس استخراج وثيقة نقاء الدم التي تثبت أصالة نسبه الخالي من أي موريسكيين أو مرانيين. الكتابة عن تحولات معقدة تحدث في اللحظة نفسها لا تنزع عن النص خلوده إذا كانت للكاتب رؤية أبعد من الآن. الأمر هنا لا يتعلق
فقط بلحظة الكتابة بقدر استيعاب موضوعة الكتابة في كل جوانبها وخصوصيتها. ومع ذلك للكتابة في زمن الأحداث مخاطر كبيرة أيضا، إذ يمكننا أن نخطئ في الظواهر والأحداث وكذلك في مساراتها، فتنقلب الكتابة إلى فعل قاتل ومضاد للكاتب قبل قرائه. شاعر فرنسي مثل بغازياك كان يظن بمساندته للنازية أنه يقف في صف التاريخ. كان يرى في هتلر مثلا شخصية استثنائية قادرة على توحيد أوروبا حتى ولو تم ذلك بطريقة عنيفة، فهو لا يقل قيمة عن غاريبالدي أو بيسمارك. هكذا كان هذا الشاعر يرى، وهكذا يتحول هتلر في تصور برازياك إلى المسيح المنتظر الذي سيمنح أوروبا فرصة التوحد ويخرجها من عقلية الحروب المدمرة التي عاشتها فيما بينها. طبعا النتيجة يعرفها الجميع، هزيمة النازية بكل بشاعتها وتحول برازياك في اللحظة نفسها إلى خائن انقلبوا تجب معاقبته. انتهت محاكمته بإعدامه، وعلى الرغم من تدخل الكتاب الكبار للعفو عنه مثل سارتر وكامي وغيرهما، إلا أن الجنرال دوغول وقع على حكم الإعدام الذي نفذ مباشرة. قال وقتها الجنرال دوغول: بغازياك اختار وهو مسؤول على خياراته وعليه أن يتحمل تبعاتها. الكتابة إذن مسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين أي القراء. على الرغم من مشروعية الطرح الأول الذي يفترض المسافة لنشوء الكتابة العميقة، إلا أن إمكانية الطرح الثاني بوجود الكاتب الاستثنائي الذي يرتبط بالأحداث لحظة وقوعها تظل قائمة، لأن قدرة الكاتب تظل في النهاية مرتبطة بالإمكانات الاستيعابية للظاهرة الفنية واستقلاليتها النسبية وقوتها على التعبير بدون سجنها في الإيديولوجي أو تعليبها بشكل تستجيب معه مع حاضر تنخرط هي فيه بشكل أعمى. هذا طبعا لا يمنع المواهب الخلاقة من أن تأتي بعد قرون وتكتب عن نفس الأحداث بقوة إبداعية مميزة وكبيرة وربما استثنائية أيضا، لأن التاريخ هو مادة إبداعية مشتركة بين جميع الأجيال، والكاتب أو الفنان الأصيل هو من يستطيع أن يعطيها التشكيل المناسب والخصوصية التي تمنح الانطباع بالجديد الدائم والمميز. أشكركم وإلى لقاء قريب.